اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. والنهارده يا جماعه حاجه احنا عايزين نجربها جديد بقى الموسم ده بالنسبه لي، وهو ان انا بعد اي ماتش لتشيلسي على طول اطلع واعمل حلقه بسرعه جدا من غير مونتاج، اتكلم معاكم كده بسرعه عن الماتش وانزلها على طول. فلو انت حابب الموضوع ده يكمل يا ريت تنزل حالا تعمل لايك. هنتكلم على ماتش تشيلسي ولوتون تاون، وبجد اخيرا كسبنا ماتش في الدوري. انا مش فاكر امتى اخر مره كسبنا ماتش في الدوري بسهوله، يعني مش بسهوله بس اللي هو ايه، اداء كويس. كسبنا نقط كتير، يعني من حيث الحاجات اللي احنا كنا عايزين نشوفها من الفريق قدرنا ان احنا نشوفها فعلا. ما حصلش الحمد لله اصابات في الماتش. مش بس المدافعين هم اللي بيجيبوا لنا اجوان، لا ده انت عندك السترايكر بتاعك بيجيب لك جون، الوينجر بتاعك جونين واسيست ومتالق ومان اوف ذا ماتش. فحاسس ان الماتش ده فيه حاجات كتيره قوي كسبناها منه، وعايز اتكلم عنه بصراحه. وانا عارف ان انتوا هتكتبوا لي تحت في الكومنت شويه منكم، يا عمر يعني انت بتتكلم بس لما تشيلسي بيكسب، طب فين الماتشين اللي فاتوا؟ اقول لك ان الفكره دي والله العظيم لسه جايه في دماغي مثلا في الدقيقه 60. انا ما كانتش في دماغي ولا كنت هصور حلقه بعد ما الماتش يخلص، بس اوعدك ان الحلقات اللي جايه او الماتشات الجوله اللي جايه في الجولات اللي جايه هتكلم عنها، سواء كسبنا خسرنا تعادلنا ايا كان. فزي ما انا قلت لك، انزل دلوقتي حالا اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، وقول لي تحت في الكومنتس برضو رايك عن الماتش، وشايف كده غير ستيرلينج ايه اكتر حاجات احنا قدرنا ان احنا نستفيد منها من الماتش ده. انا بالنسبه لي طبعا ستيرلينج كسبنا لعيب لو قدرنا نرجعه تاني لمستوى ايام السيتي، بالذات الموسم بتاع 2017 2018 هنكسب كتير قوي. لان احنا كنت دايما بقول يا جماعه احنا مش لازم نجيب سترايكر هداف، عادي جدا. من ليفربول في عزه كان عنده فيرمينيو هو السترايكر بتاعه، ما كانش بيجيب جوان كتير. هي الفكره ان انت يكون عندك لعيب في الفرقه هداف، ممكن يكون الوينجر بتاعك، ممكن يكون لاعب نص ملعب بتاعك. كان في مواسم بالنسبه لنا كان لامبرد بيجيب فيها جوان اكتر من دروجبا. مش مهم مين اللي بيجيب لك الجوان، بس اهم حاجه يكون عندك لعيب في الفرقه بيجيب لك 20 30 جون في الموسم. انا الحاجه الوحيده اللي مخوفاني لسه من ستيرلينج حته الكونسيستنسي، هل هو هيكمل بالاسلوب ده ولا لا؟ ولكن مش هقر فيها. اللي انا شفته قدام ويست هام بدايه الانفجار، اللي انا شفته النهارده انا شايف ان هو انفجار حقيقي. يا رب بس نشوف ان هو بيكمل بالاسلوب ده، واعتقد ان هو الماتشات اللي جايه بقى هيبدا ايه يتمسك وهيتركز عليه، فالموضوع مش هيبقى بنفس السهوله. لكن غير بقى موضوع ستيرلينج ده، انا شايف بصراحه موضوع الكلين شيت كان مهم جدا 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 نفسيا. رغم ان انا عارف هتقولي قدام لوتون تاون وتقريبا ما راحوش غير بكوره واحده بس وفريق مش خطير، بس اقول لك مازال العامل النفسي مهم جدا. فكويس قوي ان احنا قدرنا ان احنا نطلع فيه بكلين شيت. والماتشات اللي جايه برضه عندنا ماتشات سهله، بالذات الماتش اللي جاي بنلعب فيه نوتنجهام فورست على ارضنا، اتمنى نطلع كمان فيه بكلين شيت. لكن الحاجة التانية برضو ان احنا شفت الدفاع صلب زي ما انا قلت لك، راحوا بفرصة واحدة بس. ديساسي كان احسن نوعا ما من ماتش ويست هام، ولو اني برضو بصراحة في موضوع الديساسي ده انا مش فاهم احنا ليه دفعنا فيه 40 50 مليون. مش عشان هو مدافع وحش، بس يفرق ايه؟ انا مش حاسس يعني. قولي تحت طبعا في الكومنتس تحت لو انتم مختلفين معايا، بس انا مش شايف ان في فرق كبير ما بين ديساسي وتشالباو مثلا. ايه الفرق؟ يعني بدل ما انا فاهم ان انت كنت لازم تجيب سنتر باك، انت كان عندك مشكله ان تياجو سيلفا كبر اوريدي، انت جايبه وهو كبير يعني، بس انت مش متاكد لسه لو هتقدر انت تعتمد عليه موسم كمان ولا لا. خليته معاك في الفريق بس برضه مش قادر تعتمد عليه 100%. مشيت لعيبه زي خبره عندك زي اسبليكويتا، فوفانا اتصاب فتره طويله، تشالوبا برضه معروف ان هو بيتصاب فترات طويله. فانا متفاهم ان انت كنت محتاج تجيب سنتر باك، ولكن انا مش حاسس ان ديساسي هو الاضافه اللي انت تدفع عشان 40 50 مليون. حتى لو معاك الفلوس دي يا سيدي زود شويه وروح نافس في جوارديول، روح نافس في اي سنتر باك تاني. او لو انت معاك بس 40 50 مليون القط سنتر باك محدش مركز معاه. يعني انا بالنسبه لي لو انا جيت اقارن، يعني انا شايف الصفقه الاحسن كانت صفقه جوستو. انا مبسوط جدا 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 باداء جوستو، انا اتفاجئت بيه يعني، بالذات في الشوط الثاني كمان لما بدا بقى ان هو ياخد ثقه والفرقه كسبانه ويبدا ان هو يطلع ويؤدي دوره الهجومي. لا لعيب تقيل. وانا عارف ان هو عمره ما هيكون اساسي 100% في وجود ريس جيمس، ولكن في نفس الوقت في اصابات ريس جيمس المتكرره دي كويس انت يكون عندك رايت باك صلب كده ماسك نفسه كده، سواء دفاعيا او هجوميا. كمان شفنا منه اداء كويس الماتش ده. حاجه ثانيه كمان برضو جاكسون يا جماعه، رغم ان هو كاداء على فكره بقى اقل من ماتش ويست هام واقل من ماتش ليفربول. الناس اللي بتتفرج على تشيلسي بجد، الناس اللي مركزه كويس قوي على اداء اللعيبه، هيقولوا لك ده اقل ماتش لجاكسون.
ولكن الاهم هو انه يطلع بيجيب جون في الماتش ده، وفعلا جاب جون، وكان بصراحه حاسس ان هو يستحقه على الاداء اللي هو عمله قدام ويست هام وليفربول. والماتش ده في الاول برده كان قاعده الكره تتلعبك في رجله وبتاع، ولكن هتشوف دلوقتي الثقه اول ما بتجيب جون، حتى بالذات مش من بينالتي لا من اوبن بلاي، هتجيلك الثقه تاني، هيبطل الناس يحطوا عليك بريشر، بالذات الناس اللي بتتكلم على النحس بتاع السترايكر بتاع تشيلسي اللي موجود دايما. فبرضو دي حاجه من الحاجات اللي احنا كسبناها، وحاجه من الحاجات اللي انا مبسوط جدا ان هي حصلت الماتش ده. مازال بشوف شويه ناس على فيسبوك او على تويتر او اي حته يعني بيتكلموا على فكره احنا ليه بنلعب لوتون تاون وبنلعب ب5 ورا. يا جماعه هو يعني انا والله مش عايز اغلط في حد عشان ما تفتكرونيش بتكلم على حد معين، بجد بتكلم في العموم. ولكن هو اي حد بيتفرج على تشيلسي وشايف ان تشيلسي بيلعب ب5 ورا، خد كورس تاكتكس من غير تاخد كورس تاكتكس. والله الموضوع اسهل من كده، يعني مش هقول لك ان انا فزلوكه يعني، بس هو واضح لاي حد بيتفرج بقاله 3 ايام على الكوره ان الفريق ده ما بيلعبش 5 ورا. واضح جدا ان كولويل هو الباك ليفت، واضح جدا ان تشيلويل هو اللي قدام، هو الوينجر. يا سيدي انسى ان هو تشيلويل، انت دلوقتي عندك 4 في الدفاع وتشيلويل هو الوينجر. انسى كلمه ان هو تشيلويل، انسى ان انت عارف ان هو الباك ليفت. يا جماعه تشيلويل بيقدم اكتر من ايام ماركوس الونسو لما كان بيلعب معانا مع كونتي. مش بيقدم، هو واقف قدام اساسا، بيرجع يساند دفاعيا زي اي وينجر بيلعب في الدوري الانجليزي، ده بيرجع يساند دفاعيا زي ما ستيرلينج بيرجع كده. لكن بجد هو بيلعب وينج، وواضح جدا ان بوتشيتينو عاجبه الفكره دي، وبصراحه انا عجباني انا كمان. انا شايف ان هو مؤثر جدا هجوميا، خطير جدا، وفي نفس الوقت عنده الحس الدفاعي ان هو يرجع ويساند. يعني عارف انت في احيان وينجرز كده زي ما كانوا احيان بينتقدوا صلاح انه ما بيرجعش يساند ارنولد كتير، لكن تشيلويل ما عندوش الحته دي، بيرجع الورك ريت بتاعه كويس، كل ماتش ما بيكملش 90 دقيقه بس بيطلعه في دقيقه 80 85 لانه بيكون تعب، ولكن في الشوط الاول وفي الشوط الثاني في اوله كمان خطير جدا وبيقدم، ويعني رجله حلوه على الجون كمان. انا شايف ان هو كان غير محظوظ ان هو الماتش ده يطلع من غير اي اتاكينج ريتيرنز كمان. انا شايف ان هو كان فيه كوره حلوه جدا قدر ان هو يلعبها لجالجر، وكان جالجر المفروض ان هو يخلصها يعني، بس شاطها على في ايد الجون. في كوره تانية برده جات لتشيلويل كانت حلوه قوي 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 قوي، كان 1 2 ما بينه وبين جاكسون، ولكن هو حب في اخر لحظه يلعبها لستيرلينج بس اتقطعت منه. برضه انا شايف لو كان الكوره دي انن فيها وشوط كان هيبقى مستواه اتبروز اكتر من كده. حاجه اخيره عشان برضو مش عايز اطول على في الحلقات دي معاكم يعني، وعايز اكون بتكلم باختصار. الحاجه اللي انا خدت بالي منها، هو مش عايز اطلع في احتفاليه زي دي بنكسب 3-0 على ارضنا وبتاع، مش عايز اطلع انتقد حد، وهو والله مش انتقاد، بس انا جالاجر بالنسبه لي بيفكرني شويه بالنني في منتخب مصر مش في ارسنال. ليه بقى؟ لان انا بحس ان جالاجر كده هو ما بيعملش حاجه غلط، يعني هو انت ما فيش حاجه معينه تمسكه عليها تقول ده ايه ده غلطان، ده ما بيعرفش يلعب ده، بس هو في نفس الوقت ما بيعملش حاجه مميزه. لعيب ورك ريت بتاعه عالي، ولكن ما بشوفوش بيقطع كوره صعبه ان هي تتقطع، او ما بشوفوش ان هو بيعمل باس كي باس صعب ان هو يتعمل، فعمل مثلا ثرو جامد حتى مش اسيست، بس قصدي ما شفتوش بيعمل باس مهم قوي في الماتش، ما بشوفوش بيعمل اي حاجه مميزه. ومع الرغم من كل اللي انا بقوله ده، دايما اي مدرب بيجي الفرقه بيلعبه اساسي. فنفس الكيس بالظبط مع النني في منتخب مصر، نفس الكيس بالظبط. فانا طبعا حابب يعني دي من الحاجات اللي انا حابب ان انا اتناقش فيها معاكم. انتوا ايه رايكم في جالاجر؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتس. بس انا عن نفسي لا، انا مش مقتنع، وانا عارف ان هو دوره هيقل بشكل كبير جدا لما لافيا يبدا ان هو يدخل مع الفريق، ولكن حتى الان يمكن يكون بالنسبه لي، انا عمال افكر دلوقتي هو انا بتكلم معاكم، هو وديساسي اقل 2 في الفرقه تقريبا بالنسبه لي. انا اعتقد هم دول اقل 2، واعتقد جالاجر كمان بالنسبه لي اقل، لكن هنشوف الفتره اللي جايه. على العموم ماتش الثالث في البريمير ليج، ولكن بالنسبه لي انطلاقتنا الحقيقيه في الدوري. اول ماتشين ما كان النتائج بتاعتهم ان انت تطلع في اول ماتشين بنقطه واحده بس، ما تعكسش الاداء بتاع الفريق والتطور اللي بيحصل مع بوتشيتينو. فمبسوط ان احنا قدرنا، وحاسس ان احنا محظوظين ان احنا الجوله الثالثه بنلعب فيها لوتون تاون. تخيل لو كنت بتلعب برايتون او بتلعب السيتي او بتلعب نيوكاسل او تلعب قدام فرقه تقيله، ممكن ايه لو خسرتك الماتش تدخل بقى في دوامه. فكويس احنا بنلعب لوتون تاون، كويس ان الماتش اللي جاي قدام نوتنغهام فورست، الماتش اللي بعديه قدام بورنموث في بورنموث. انا شايف الماتشين اللي جايين دول كمان لازم 6 نقط، وتبدا بقى على نظافه. تروح بقى ساعتها بتلعب استون فيلا على ارضك، بس بتلعب استون فيلا فريق تقيل، ساعتها تكون فريق متماسك. قدرت ان انت بقالك 3 ماتشات بتكسب ورا بعض،
قادر بقى ان انت تدخل ماتش استون فيلا وتاخد برده 3 نقط. ما عنديش كلام تاني اقوله بجد. يعني لو انت مكمل لغايه دلوقتي فحب اشكرك يعني، وتقول لي برده زي ما انا قلت لك تعمل لايك وتشجعني كده احنا هنكمل في حلقات تشيلسي. وبس كده، زي ما انا قلت لكم حلقه من غير اي مونتاج بنتكلم فيها سريعا على ماتشات تشيلسي. اشوفكم الحلقه اللي جايه. كان معاكم عمر حسين، السلام.